شامة ريحة وجعة راس. بس مدري ليش أنا ماني خايفة. لأنك لا بتفوتي ولا بتطلعي ولا بتعرفي شو عم بيصير بالبلد. بس أنا ماني خايفة. لك لازم تخافي، لأنه إذا سألوا عنه رح يعرفوا إنه كان في شي بينك وبينه كان يجي لهون، يعني سيرتك رح تجي ورح يجوا لعنا لهون. شو رح نساوي؟ وين سويتيهم كأنهم صاروا بنص بيتنا. ما سمعتي شو قال؟ كل القصة إنه بدهم رفيقه. بجوز يطلع هذا كله حكي فاضي. لك أنت اللي ما سمعتي شو قال. قال إنه هو ورفيقه كانوا بنفس التنظيم، يعني إذا مسكوا رفيقه رح يمسكوه ويمسكوا اللي خباه عنده. كمينة شو صاير لك؟ والله ما بعرفك خويفك كل هالقد. خلص على بين ما يوصلوا لعنا بيكون حمل حاله ورجع على لبنان. يعني راي تخليه هون؟ متذكرة نرجس؟ يا عليكي، لك معقولة أنساها؟ بتعرفي أوقات بحسك بنتي. عم تضحكي. والله يوم فتي هديك الليلة مع الحاج عبد الله وانتي مقهرمة ومشرشحة ومقهورة، حسيتك كأنك شقفة من قلبي. يا لطيف على هديك الليلة. يا لطيف قديش كنت خايفة. كنت حاسة حالي بدي موت. أكيد بدي موت. ما كان عندي أمل. بس بعد كل اللي صار، بعد كل العذاب والشقاء والتعتير والقهر، ضل بشكر الله. كيف نعم على قلبه لسليمان بهديك الليلة انكتب لي عمر جديد. ما بقدر أشوف حدا هربان عم يدق باب بيتي وما خليه يفوت. يعني راح يضل نايم بغرفتي؟ ايه أحسن تضلي نايم عندي. أمو والله أنت حلوة كتير. لك ليش لهلأ قاعدة بلا زلمة؟ هلا كل ما روقنا وبدنا نحكي سيرة عن أيام زمان بتنطيلي بس سؤال. خلص خيطو، قلت لك أنا طلقت رجال ما عاد بدي إياهم، معتمدة على حالي وعايشة على مزاجي. هلأ أنت هيك عايشة ما كل وقتك معي. ليش أنتي قليلة؟ لك والله يا ندوش لما بشوف رجال ميتين عليكي بعذرون. إيه سبحان الذي خلقك على هالخلقة ما أحلاها. عن جد أنا من يوم شفتك أول مرة قلت لحالي راح تكوني رفيقتي لآخر العمر. حسيتيني رفيقتك ولا بنتك؟ لك أبوس روحك.